السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه هعمل معاكم فطار جميل كده، كان اخويا بيعمله لنا الله يسمح له يوم الجمعه. جبت طماطم وقطعتها صغيره زي السلطه، وجبت خضره كزبره بس، وجبت ليمون وشطه خضره حاميه وبارده، وجبت فص توم كبير وليمونه، وقطعتهم وحطيتهم جنبي كده. جبت فول، طبعا عرفت ان انا هعمل فول يعني سندوتشات فول. جبت فول، حطيت ملح وكزبره وكمون وشطه، ملح كزبره كمون شطه، حبه فلفل اسمر على الفول ماشي. وحطيت عليهم حبه زيت عشان ان انا احط عليها طعميه فما يبقاش زيتها كتير. حطيت حبه زيت صغيرين وحطيتها على النار وسخنتها كويس، خليتها تغلي وحطيت عليها الليمونه، ليمونه بحالها يا جماعه، وقلبتها كده تقليبه كويسه وكده تمام. الفول الفول خلص. حطيت عليه فلفل اسمر، ملح، كمون، شطه ناشفه، حبه كزبره ناشفه. جبت بقى عندي بردك هعمل سندوتشات مسقعه بالفول، وهعمل طعميه بالسلطه. هرست الفول كده، خدت منه حبه الاول، حطيت عليها حبه مسقعه. انا قلت لكم يا جماعه ان المسقعه ديت جميله جنب كل الاكل، حطها جنب كل الاكل كده شغاله. حطيت عليها معلقه حلوه كده مسقعه مع قرن فلفل حامي كده عليها، وبردك هرستها شويه كده وحشيت بيها سندوتشين. عملت بيها سندوتشين طلعوا في منتهى الجمال والله يا جماعه. فطار كان في منتهى الروعه. كنا دايما بنفطر الفطار ده يوم الجمعه، يعني كنا بنستنى اخويا يعني يعمله لنا يوم الجمعه. فجيت هحشي بيه اللي هي الفول والمسقعه، هحطهم في سندوتش. انا بعمل امثله يا جماعه، انت بقى تعملي الكميه اللي انت عاوزاها. طعمه في منتهى الجمال. كمان دوت بيتعمل على العربيات اللي بتبيع في الشارع، اللي هي الفول والطعميه وكده. بس حاجه نضيفه دي انت عاملاها في البيت يعني هتبقى في منتهى الجمال، حلوه يعني. انا شاريه الفول طبعا، الطعميه من بره، الفول لا. مره كده هعمل لكم الطعميه في البيت، واعمل لكم الطعميه السوري كمان ان شاء الله. بردك اللي هي هعمل سندوتش الطعميه بالسلطه. السلطه دي كزبره وطماطم وفص توم صغنطوط خالص، يعني حته توم عشان دول حبه صغيرين. هحط السلطه على الطعميه بس كده، وهفردها كويس واقطع الطعميه بردك كويس. يعني حطي الكمية اللي انت عايزاها، الطعميات بردك اللي انت عايزاها، ممكن تحطي طعميتين ولا حاجة بالعرض كده هتبقى حلوة. جيت بقى للسندوتشات الجميلة جدا روعة، يعني لو انتوا جربتوها مش هتنسوها يا جماعة. جبت اللي هو الفول، هرسته كده بالشوكة، وبعدين حطيت عليه الطعمية. هرسها بردك، ده فلفل حامي ودوت فلفل بارد، ودي كزبرة بس يا جماعة، مش بقدونس ولا اي حاجة، كزبرة بس. لو حطيت عليها بقدونس مش بتبقى كويسة. احلى حاجة ان هي بتبقى جميلة جدا بالكزبرة الخضراء في منتهى الجمال. وطماطم ديت مقطعة زي السلطة. حاجة كده جميلة يعني، لو جربتوها هتحبوها. اكلنا الشعبي الجميل في منتهى الجمال ده. هقلب كل المكونات ديت، وكمان مقطعه فص توم يا جماعه، ودي بقيه السلطه التانية. مقطعه فص توم صغير جدا. لو خفتي بقى من ريحه التوم في اللبان وكده وفي معجون يعني، هتبقى الدنيا شغاله يعني. وبعدين ده فص توم صغير مش كبير قوي. حطيت فص توم وقلبت كل الحاجات دي يعني كزبره، وفول يعني مجهزاه، وطماطم وفلفل اخضر حراق وفلفل باسل و بسم الله الرحمن الرحيم وطماطم بس كده. هعمل بقى السندوتشات ديت، حاجة جميلة كده تستاهل بقكم. بسم الله ما شاء الله، يعني جربوها والله هتعجبكم بجد. مجموعة السندوتشات اللي انا عاملاها للفطار دي حاجة حلوة جدا. وخضرة بردك قدمت معاها جرجير مخلل، بردك فلفل بصل، بردك ما نسيتش البصل الصغير دوت. حاجات حلوة. ودي السندوتشات يا جماعة، عملت الكمية دي. وبردك السندوتشات التانية حاجة جميلة جدا. يا رب يكون. لا، وكوباية شاي بالنعناع، ما تنسوش الكوباية الشاي، لازم بقى نحبس بكوباية شاي بنعناع. بسم الله ما شاء الله. يا رب تكون وصفتي عجبتكم، واتمنى ان انتوا تجربوها. والسلام عليكم ورحمة الله.